مؤاخذة يا جدعان، في واحد سرق تليفوني وانا على الدائري بس، فما عرفتش التاريخ وما عرفتش ان الجمعه اللي فاتت ما نزلتش فيديو، ما خدش بالي بصراحه. ده الاكونت بتاعه، خش قولوا له رجع التليفون بتاع احمد. الوضع الحالي في العالم ما يطمنش من كل النواحي، كل حاسس ان في حاجه غلط، بعيدا عن حته ان يحيى عزام لسه بينزل فيديوهات لحد النهارده، دي حاجه. فمن ضمن الحاجات اللي انا شايف ان هي غلط بجد السينما والتمثيل والحاجات دي. طول عمرنا كان الممثلين بالنسبه لنا اللي هو حاجه، فاهم يا اسطى؟ انت ايه يا اسطى؟ انت مجنون يا اسطى؟ عايز تبقى ممثل يا ابني؟ احنا فين وهم فين يا ابني؟ والحاجات دي. فانت فهمت الفكره؟ حاجه كده محدش يقدر يوصل لها الا لو كان موهوب فشخ، اللي هو درجه عادل امام يعني، او يعني الراجل ما عندوش اي مشكله مع المساكنه، خصوصا مع مخرجين معينين. الناس زمان كانت حرفيا عشان تمثل، انما دلوقتي الدنيا باظت على الاخر. يعني تامر الجيار خد فرصته خلاص ومثل مره واتنين والموضوع زاد عن حد، وحاسس الراجل اجتهد ونجح. الجملتين كده يعني الجملتين فيهم مشكله، اجتهد ونجح. حاسس الجملتين مش لاقيين على بعض قوي، خصوصا يعني ودي حاجه كل الناس مستغرباها يعني، لان كله كان متوقع ان هو مش هيقدر يوصل لحاجه وان هو صعب جدا يدخل العالم ده، بس يعني الراجل اجتهد ونجح. وعلى نفس المعيار برضو بقيت اشوف احمد رمزي. يعني احمد رمزي بالنسبه لي مهما عمل اعلانات لكومباوندات وشركات اتصالات، هيفضل برضو نفس الشخص اللي في دماغي، التيك توكر اللي كان بيقول 50 افيه في الفيديو بتاعه على امل بس ان واحد يلضم مع الناس كده يضحكهم 3 ثواني. بس برضو الراجل اجتهد ونجح، الراجل اجتهد ونجح، محدش يعترض على ده. حاسس اجتهد ونجح دي كلمه تقيله قوي يعني. حاسس ان اجتهد ونجح دي بتبعد في دايمنشنز مختلفه، وفي حاجه كده بتتجهز يعني، فاهم؟ كل ما بقولها اكتر كل ما نهايه العالم بتقرب، فاهم؟ اصل كلنا يعني فاهمين يعني اللي هو ايا كان انت مين برضو موهوب قد ايه يعني. الممثلين فين يا ابني؟ يا ابني الممثلين فين واحنا فين يا ابني؟ ده الممثل من دول بيدخل مش فارق معاه حاسب كاش ولا فيزا. والغريب بقى مع كل اللي فات ده ان في ممثلين مهمين فشخ ابتدوا يختفوا. احمد السقا مثلا، في خلاص دلوقتي في يوتيوبرز بيعملوا محتوى ويوتيوبرز بيتكلموا عن احمد السقا واحمد حلمي. احمد السقا راح فين يعني؟ هيقعد في الشارع يعمل ايه ولا وبعدين انا مالي؟ انا هعرف انا مش مهتم اعرف. اكيد يا اسطى راح الطميه هايتس او رويال سيتي او جنه مصر. محمد السقا رايح فين؟ هيكون رايح فين يا اسطى؟ عصام السقا على اقرب مثال، اي اكتر ممثل شاطر في مصر، اشهر واقوى ممثل في مصر، وعمره ما عمل لجان. فخلاص الكلام اللي فاتت دي ان الدنيا اشتغل بحالها والفقير بقى يمثل والغني بقى يقعد في البيت، فالوضع مش مريح شويه. حاسس ان المفروض الدنيا تمشي بظلم اكتر من كده، والممثلين الكبار يبتدوا يرجعوا يعملوا زي زمان ما كانوا بيعملوا، ان هم يعملوا لجان بحيث ان هم يشوهوا سمعه الممثل لسه بيبدا وبتاع، ويخلوا الناس تكرهه والحاجات دي. حاسس ده زمن الفن الجميل، زمن الكراهيه الجميل. اي حاجه فيها كراهيه بتضحكني فشخ، مش عارف ليه انا مبسوط بس مش عارف الموضوع بيضحك فشخ. بس زي ما احنا متفقين ان احنا نحاول على قد ما نقدر نهمش مجهودات اي ممثل صاعد، نعين له لجان. اي ممثل بقى بيحاول على تيك توك ده وظيفتنا دي بتاعت سيبوها لنا انا. اي حد على تيك توك دلوقتي هحاول اوريكم الاكونتات واخلي الناس اللي بتتفرج عليها تعمل له ريبورت، مالكوش دعوه، عشان بس الدنيا ما تحصلش فيها حاجات جليتشات اكتر من كده. في عندك بقى الفئه الجميله، الناس اللي بتحاول على تيك توك. اي حد دلوقتي بيعمل حاجه ملهاش اي لازمه في الدنيا يروح يقول لك يا اسطى انا هماركت لنفسي على تيك توك. فين ايام الزمن الجميل لما كان الممثل ينزل يتفشخ في الكاستات ويعمل اعلانات ما بياخدش عليها فلوس ويعمل كل حاجه في الدنيا، امثال خالد نور النبوي ومحمد احمد محمد السقا ومصطفى شوبير. الناس دي الناس الحلوه. لا الزمن الجميل يا جدعان. لكن دلوقتي كل واحد طالع لك بطلعه انا خلاص يا اسطى انا هعمل على تيك توك، انت فاهم؟ انا ماركت لنفسي على تيك توك. والمنتجين ما بيصدقوا يشوفوا واحد بيمثل على تيك توك وجايب مليون فيو بيقول لك بس خلاص ده مستقبل الفن في مصر. ما عنديش اي مشكله ان هم يدوا فرصه للناس، او عندي مشكله بصراحه. حاسس يا جدعان الكوكب ايام ما كان عنصري كان جامد فشخ. فين ايام، فين الحاجات اللي بتديني طاقه ايجابيه دي؟ فين ايام زمان؟ طريقه بقى عمل ممثل في 2026 هي ان انت تجيب واحد يقعد يزعق على تيك توك وشه مزنهر، انت فاهم؟ ويقعد بقى يتكلم في مواضيع كده ما حدش مهتم بيها، ما فيش غير 5 6 مواضيع وعمال يدور ويعيد ويزيد فيهم، وبيعملوا اكتر كورني فيسز في الدنيا. يعني انا مش عايز اقول حاجات يعني انا مش عايز اقول حاجات بصراحه تدخلني في حتت كده ما بحبهاش. انا مش هحب اعتقد كل حاجه في الدنيا لها معنى الا السكتشات بتاعت تيك توك. من اكتر الحاجات اللي تمثيلها ضعيف، تصويرها بعمل زي قاعات مسبيرو بتاعت الافراح، حاجه غلط في غلط. بس فجاه انت ممكن تلاقي الممثل اللي بيمثل ده خلاص دلوقتي عامل بطوله، الناس بقت تاخد حقها وحاجه قمه البضاعه. انا اكيد ما عنديش مشكله انه ياخد فرصه. خلينا نشوف بقى اهم الممثلين الصاعدين في مصر على تيك توك عشان نقيمهم ونشوف دول يستحقوا ولا نخش نعمل لهم ريبورت ونقفل الاكونتات بتاعتهم ونريح دماغنا بدري. بس قبل ما ندخل نتكلم عليهم خلينا ناخد دقيقه او اكتر نتكلم فيها عن جمال وحلاوه فيديوهات احمد فلوكس. اقسم بالله ما طبيعي. مثلا يا جدعان دي نهايه فورمه اي حد هيبعد عن الجيم لمده شهر. يعني بص حاول ما تبقاش كئيب، مش ناقصه هي، بس عموما حاضر. بس لو ممكن تقول لو سمحت قبل ما تطلب يعني
الهدوء ما بعد العاصفه ده بنوسخ يا جدعان، والله مرعب قوي يا جدعان، بجد بجد هدوء ما بعد العاصفه ده مؤذي فشخ، مؤذي فشخ. الراجل لسه عامل الممر من كام سنه، فاهم؟ دلوقتي يعني مش عارف. فطالع عين ابونا عشان نفضل في الايمج. عبقري وصل لي احساسه في 8 ثواني، وصلني وانا قاعد هنا. الواد ده بقى صعبان عليا والله، وانا احسن ان انا شخص وحش لو قلت اي حاجه. مش عارف ليه احمد فلوكس بيحاول على قد ما يقدر يبقى ستيريوتايب يعني في ستيريوتايب كده معين في دماغي، بيبقى شخص مثلا راح الجيم وعمل فورمه، انت فاهم، وكان متجوز واحده جميله وحياته كانت جميله، وبيكون مدرب جيم، وبعد كده بيطلقوا وكل واحد فيهم بيروح لحاله، وهو بيتجنن، وهي خلاص بتروح تتجوز واحد، فاهم، واحد بقى يعيشها حياه حلوه يعني. I don't care who is doing better than me because the truth is. عارف ليه فيديوهاته بقت تدي ريحه نادي النصر في مصر الجديده، تدي ريحه مثلا نادي الطيران، فاهم، مراكز الشباب القديمه، الحاجات دي انا مش فاهم ليه. ربنا يوفقه يعني، بجد انا بحبه فشخ، ونفسي اعمل معاه فيديو، نفسي بجد اعمل مع احمد فلوكس فيديو، اقسم بالله. فطالع عين ابونا عشان نفضل في الايمج. في برضه حمدي عاشور، ده يعني ممثل قدير على تيك توك، يعني عنده ريتش، هو بيشوف الحاجه اللي دمها تقيل واللي ممكن تواجهك في حياتك وتتكلم فيها، يعني شوف ايه اللي يبضنك وتتكلم فيه. بوينت فيو، صدمه الام لما اكتشفت حقيقه ابنها. انا عايز كل الناس تركز معايا عشان هعلمكم ازاي تكسبوا فلوس كتير قوي. كل اللي عليك انك هتخش على اللينك ده وهعلمك كل حاجه خطوه بخطوه. كريم، ايه ده؟ ايه اللي بيجيب فلوس كتير قوي كده؟ يا ماما حرام عليكي بوظت الستوري دي. هو سألوا عثمان، يعني انا شايف ان في يعني حد سألوا عثمان احمد فلوكس، فاهم، بدل ما الدنيا كده الكاريره يعني اللهم لا شماتة والله، بس بجد لا. مره عيدها. ثواني يا ماما لو سمحت. لا ثواني انت بس، انا عايزه افهم فلوس كتير ايه اللي بتتكلم عنها دي؟ اي كلام يا ماما، اعلان جالي وبعمله، ايه المشكله؟ يعني بجد بجد مستفزه فشخ بجد. فلوس ايه اللي بتعملها كتير؟ تمالك انت، تمالك ايه اللي دخلك في حياتك؟ ومفيش مشكله انك تاكل حرام؟ جرى يا كريم، انت هتغش الناس؟ وانت عارفه البادجت اللي هم حاطينها في الستوري دي قد ايه؟ 5K دولار على فكره، مش مصري. اوف 5K ده عم بتضايقني فشخ لما حد بيقول 5K، خصوصا لو حمدي عاشور هو اللي قالها، يعني بتضايق فشخ. 5K او اي رقم عامه، 5 طبعا، ما هم لازم يدفعوا كده عشان هياخدوا اضعاف اللي بيدفعوه. الام اللي تعرف البور رن فين والكلام ده بجد بجد، يعني اعتمد ان دي امك. لو امك ما تفهمش في التداول ما تعتمدهاش خالص، ما تعملش معاها. تصور مامتك بلبس بيت وتقولي عادي؟ او تاكد ان هو عشان يعمل السكتشات دي قعد 15 ساعه في نادي الاعلاميين، او قعد 15 ساعه قدام نقابه المهن التمثيليه، الناس اللي بيروحوا يقولوا عايزين نحققنا تصور مامتك بلبس بيت وتقولي عادي؟ وايه المشكله؟ وبعدين ده كلوز فريندز يا اسطى. مفيش دايوس كده عامه، من الاخر يا اسطى، انت كده ما بتفهمش حاجه في الدراسه. ايه كلوز فريند يا اسطى؟ يا اسطى انت متخيل ان اي افيه هقوله يا اسطى عن الموضوع ده هيبقى يا سلام، وبتمشوا انتوا واصحابكم بقى بتصوروا بيوتكم؟ اكيد لا طبعا، احنا بنصور كل مكان وبنشير ده مع بعض. يعني مش شايف اللي بتعمله ده غلط؟ وايه الغلط؟ ماما واخويا البنات بيتخانقوا خناقه موت. كل حاجه بتعملها غلط، وبتعملي انت كمان. صور ستريك يا ماما، عادي يعني. حتى الاطفال. عادي ايه يا بنتي؟ دي اسمها فضايح. التفكير ده انت قلت سهول قوي. بالظبط ماما، احنا في 2025 a new still version and you will die version. في 2025 انتوا متخيلين يا جدعان قمه الدناءه؟ بوينت اوف فيو الوضع حاليا مهزله عزاءات الفنانين. ليه ما حدش بيحترم حرمه الموت؟ يا ابني انا جايه ودفنه احس الناس على قلبي، جوايا وجع مفيش حد في الدنيا هيقدر يحس فيه قدي، وانت جاي كده بمنتهى البساطه تسرقه وتتاجر بيه. انت بتعمل كده ليه؟ عشان ايه؟ عشان اجابتك دي هتعيشني شهور. ولو ما رجعتش النهارده بلقطه او تصريح ممكن عادي اخسر اكل عيشي. ده حرفيا انا مع محمود الدره في كل بطوله بدخلها، بتمنى ان هو يخسرها عشان اعمل فيديو تاني واطلع فلوس كتير فشخ من ورا. وانك تبيع وجع الناس وتتاجر بكسرتهم ده بنسميه شغل. شغل. ايوه شغل. ايوه شغل. مين قال ان الشغل عيب؟ شاهد الفنانه داليا مصطفى بعد عزاء والدتها تسب احد الصحفيين. حلو كده ولا تحب نخليها سب وضرب؟ انا اديتك اللي انت فاكر اللي انت محتاجه.
بس اللي انت محتاجه بجد انك تعرف بس اللي انت محتاجه ان الدره يخسر البطوله الجايه، دي الحاجه اللي انت محتاجها في الريل. الدره لو خسر البطوله الجايه فيديو 10 ولا 15 تقريبا بطلت اعد. بس بجد بعيدا عن اي حاجه، هو يعني حاسس ان هو مسك حاجه عاديه، حاجه عادي خالص، حاجه خلاها بضن. مصلحتك قبل اي حاجه، دايره صحابك حبايبي يا حبايبي يا حبايبي، ما شاء الله. مهمه جدا. بتصحى تقابل تسود اللقاء تنجح وحش. ده بالنسبه لينا وانا كسهر. طبعا ما جابش الجمهور ولا لحظه، عشان متاكد ان مفيش حد بيتفرج عليه دلوقتي، يعني مفيش حد قاعد قدامك. لسه مفيش حد قدامك يا اسطى، لسه مفيش حد قدامك. انت بتعمل ايه يا اسطى؟ بتتكلم في ايه دلوقتي؟ وما تقوليش اصل دول صحابي، اصل انا لو بعدت عنهم ابقى وحش، هيقولوا عليا ان انا. إذا أحسن ممثل ذهبت للممثل حمدي عاشور. احسن ممثل، يعني حمدي عاشور طلع احسن، خد جائزه احسن ممثل. يعني ايه جائزه احسن يعني ايه بجد؟ انا اول مره اشوفك، الناس برضو كلها مستغربه، اول مره اشوفه اصلا. مبروك، اكتر واحد يستحق. اكيد ده اكونت مؤمن الديب الفيك. في بقى فارس عبده. فارس عبده ده عمل فيلم اسمه حكايه التونسي. حكايه التونسي ده فيلم قصته بتدور حوالين حاجه انا ما اتفرجتش عليها، ان هو عمل عرض خاص ومحدش راح العرض، فاهم؟ فدي يعني كانت حاجه ضايقته شويه، وقال لك انا مش فارق معايا، انا كده كده بعمل الحاجات دي لنفسي، ببسط بيها وبتاع. خلينا نشوف كان بيتكلم ازاي قبل ما الفيلم يهمبله ويرجع تاني طبيعي. ده انا بقول لحضرتك ب 100,000 جنيه اعمل لك مسلسل في رمضان ينافس ويحقق ارباح وقصه مختلفه وحاجه مختلفه، يعني غير اللي انتم بتشوفوه. انا بحس ان انا في رمضان ما بشوفش قصه. 100,000 جنيه يا اسطى؟ انت عايز 100,000 جنيه وتعمل فيلم؟ طب يعني احنا ممكن نعمل جو فاند مي والله العظيم ونساعده يا جدعان، والله ممكن نعملها. لو اكتر من 10,000 واحد اتفق معايا في الكومنتات هعمل الموضوع ده. بحس ان انا بشوف حاجه عاديه خالص، او يعني مش من اولها تالت محمد رمضان بجد. انا بقالي كتير بحرق في الموضوع ده وانتوا ما فيش دماغ خالص. ناس تتفرج على الفيلم كله من اوله لاخره، وانا عايز حد يجي يقول لي لا اصل انت عندك غلطه في انا عارف غلطاتي فين، بس الفكره الغلط الاخطاء دي اخطاء انتاج، اخطاء يعني اقول اللي جوايا يا جدعان، اقول اللي جوايا ولا ابقى راجل وحش بجد؟ يعني يا جدعان هتحكموا عليا زي ما انا بحكم على الناس بجد؟ والله هتعملوا معايا حاجه زي كده، حركه وسخه زي كده؟ بس الشغل عايز يتضخ انتاج شويه في الفيلم، فمش هتطلع منه ولا غلط. فالفيلم ده بس لو نضخ فيه 30,000 جنيه ولا قصدي 15,000 جنيه 30,000 جنيه اللي هو ايه؟ مش للدرجه دي الصراحه، كتير فشخ. انا بحلم ولا ايه؟ لا، امال محمد رمضان يعمل فيلم بكام؟ وعكس ما يضخ فيه 30 هيطير في حتتين تانيين خالص، غير لما تضخ فيه 50 هيطير خالص بقى. يا عم نحط 100 يا عم، حط المال اللي انت عايزه. هيروح فين؟ هيروح فين بره كفر دحر؟ على نفسك اشتغل. انا بقول لك انا ممثل، وانا فعلا ممثل. ودي حاجه يعني دي حاجه انتم مفكرين انتوا هتناقشوا فيها؟ فارس عبده ممثل زي رابح صقر. انا ما استنيتش مخرج يجي يخرج لي فيلم، ما استنيتش مصور يجي يصور لي فيلم، ما استنيتش مؤلف يجي يالف لي فيلم. عملت انت غطيت عن كل ده، غطيت عن كل حاجه ممكن تنجحني. طب انا هعمل فيلم وهجيب مكان وهعمله عرض خاص، وهعمل مثلا هعزم ناس في القريه، في اهل قريتي هنا يجي يتفرجوا على الفيلم. وعملت كده، عملت فيلم وجبت سينما هي مش سينما، هو مقر يعني كده قهوه. لازم انت مكسوف من ايه يا اسطى؟ انت بجد عايز تعمل فيلم ب 15,000 جنيه؟ مكسوف تقول قهوه؟ لو 30,000 جنيه بقى تقول سيد صاوي مثلا. النهارده عرض الخاص للفيلم اهو، انا ليا اصحاب قد ايه؟ كتير، البلد كلها عارفاني. قال واحد مثلا من صحابي اللي هم المقربين جالي ما جاش، براحتك ما شاء الله عنك ما جيت، يوافق عليك. مش عايز حد يجي خالص، انا برضو هعمل اللي في دماغي واعمل عرض خاص وهقعد اتفرج عليه لوحدي. خلاص يا عم ما شاء الله عنك ما جيت، قال له انت مش هتفرق معايا. الواد حرفيا عنده كل حاجه ان هو يبقى ممثل الا حاجه واحده بس، 100,000 جنيه ميزانيه الفيلم، كل حاجه حرفيا اهو. بص اهو، تخيل ممثل مثلا، يعني قول في دماغك كده فتحي ابو وهاب مثلا، قول في دماغك اي ممثل كده وتخيله راكب مركب في ترعه، هو ده اللي هيجي في دماغك على طول. ما بيفرقش معايا ان الفيلم اللي انا عامله يجيب مشاهدات او ما يجيبش. ايوه، ما بيفرقش راضي على العمل اللي انت بتعمله. ما يفرقش معايا مثلا ده يخش يشوفه او ده ما يخشش يشوفه. صح فشخ الكلام اللي بقوله لنفسي اول ما الفيديو بتاعي يجيب رانك 10. مش عايز حد يجي خالص، انا برضو هعمل اللي في دماغي واعمل عرض خاص وهقعد اتفرج عليه لوحدي. تمام، ما دام انت حاجه انت مقتنع بيها خلاص. الراجل قال له بدل ما انت مقتنع بيها خلاص محدش هيجادلك، حر، كمل يا عم. طول ما انت بتحاول يا استاذ وائل هتوصل. ايوه صح، يئست وقفت في نص الطريق خلاص، ما عملتش حاجه. لكن انا دلوقتي بقى استاذ وائل ده قسما بالله عبقري. استاذ وائل ده انا متاكد ان هو رئيس القريه مثلا، هو اللي ماسك كل حاجه هناك بجد. انتوا مش متخيلين الراجل ده عبقري قد ايه، عمال اي حاجه بيقولها والله يعني بالظبط، وبيعرف يعي في الكلام، يعني بيعرف ان هو مثلا ياخده على قد عقله وما يحسسوش ان هو بياخده على قد عقله. في حاجات كتيره في البلد دي، يعني ان شاء الله باذن الله لما اعمل حاجه مثلا في دماغي، اوصل لاهداف في دماغي، في حاجات كتير في دماغي للبلد دي حلوه انا هعملها باذن الله ان شاء الله. تديني مثال؟ ممكن اقول لك مثال زي ايه؟ قول.
انا شايف مثلا العربيات هو خلاص دلوقتي بيبيع كل كروته، هو دلوقتي بيرمي كل كروته يا جدعان، فاهم؟ اللي هو يعني بصوا حتى لو الفيلم نجح ودخلتوا الفيلم واتفرجتوا عليه تمام والفيديو جاب بتاع 15000 جنيه، انا خلاص كده هعمل اللي انتوا عايزينه والله العظيم. انا كل ده كل حلو. بتحمل من بنها دي، اللي بتحمل من الكفر لبنها مثلا، وهكذا مثلا من الكفر لمصر. العربيات ديت مثلا بعض السواقين ما بيعجبونيش، او مثلا السواقين كلهم، فانا عايز الغي الحته دي كلها، اشيل مثلا السواقين دول كلهم بالعربيات دول كلهم، واجيب باصات كبيره بقى شيك ومحترمه. يا اسطى بساطة ايه يا اسطى؟ هو انت متخيل يا اسطى، انت متخيل بادجت 15000 جنيه ممكن تنجح الفيلم اللي انت تجيب باص، فاهم؟ ده انا اجيب سوارس عملها بعد ما اخلص اوراسكوم. بنتمنى الفيلم يعجب حضراتكم طبعا، وقناه فارس عبده على اليوتيوب. مالها هو كمان مبسوط خلاص، كان واقف خلص السبيتش بتاعه، واقف تمام تشيلنج از فاك. قال قناه اليوتيوب بتاعه افتكر ان هي اتقفلت تاني. عرفت برضه القناه بتاعتك. ماشي، القناه انت هتكتب اي اسم من الاسماء الفيلم بتاعتي، القناه هتظهر معاك على اليوتيوب. بص بن علي اهو، واحد تونسي اهو افتكر ان هو بيتكلم عن تونس، يعني بيقول له علاش العنوان حكايه التونسي. التوانسه بيستعروا منه، فاهم؟ قال له لا مالكش دعوه بينا، يعني ما تحكيش حاجه عننا. يعني على فكره مجهود زاد يحترم الواد مثابر، هو بجد هو الواد فيه كل مقومات النجاح، الا ان هو يبقى ممثل. يعني هو ممكن ينجح في اي حاجه في الدنيا الا ان هو ممثل. ممكن يبقى رائد فضاء عادي تليق، مغني راب برضه تليق، ممكن يبقى اي حاجه في الدنيا غير ان هو يبقى ممثل. بص عايز شفت الدنيا عامله ازاي. بس كده. اشوفكم الفيديو الجاي. يا رب تكونوا اتبسطتوا ويا رب الناس دي تبطل هطل وانا كمان معاهم. شوفوا الفيديو الجاي. سلام.